بدرية طلبة بتقصف جبهة أحمد العوضي و80,000 جنيه غرامة لأحمد عز بسبب ولاد رزق. وبسمة بوسيل مش فارق معايا حد. وسوزي الأردنية 15 يوم على ذمة التحقيق. والمسلسل رقم 1 في رمضان بيكشف عنه المستشار تركي آل شيخ. تعالوا نشوف أخبارنا مع بعض، ما تنسوش لايك واشتراك في قناتي. واديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجة. بسمة بوسيل بترد ولأول مرة وبتظهر في برنامج، وردت كده على الانتقادات اللي اتوجهت لها بعد حلقتها اللي اتكلمت فيها عن طليقها النجم تامر حسني والتصريحات الجريئة اللي قالتها عليه. وقالت بسمة بوسيل: أنا طلعت في حلقة علشان نجاح أغنية لا ثواني، ومشواري كشخص وفنانة ورجوعي للفن. الحلقة كانت بتتكلم عني وأنا صغيرة، وبعدين ستار أكاديمي وجوازي ما اخترعوش حلقة علشاني مخصوص. مش ذنبي إني كنت متجوزة حد مشهور، ده جزء من حياتي لا يمكن تغييره. طول ما أنا بعمل اللي بحبه واللي أنا عايزاه هتكلم براحتي، ومش فارق معايا حد ولا انتقاد حد. مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة، ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حتة. طب الصلاة على النبي 60 مليون اخضر. الله وات. بس الفلوس دي مش هنعرف نسرقها. فيلم ولاد رزق 3 بيتسبب في تغريم أحمد عز 80,000 جنيه شهريا. قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بإلزام الفنان أحمد عز زيادة نفقة توأم الفنانة زينة إلى 80,000 جنيه شهريا، بعد حصوله على 30 مليون جنيه أجر عن فيلمه أولاد رزق. وكانت محكمة الأسرة أصدرت سابقا حكما بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 23,304 جنيه استرليني، أي ما يعادل مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و 2023 لتوأم الفنانة زين الدين وعز الدين. ويواصل أحمد عز تصوير فيلمه الجديد ذا 7 دوجز. هو انا اللي حصل معايا ده ليه يعني؟ البلوجر سوزي الأردنية اتحبست 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. قررت الجهات المختصة حبس البلوجر سوزي 15 يوم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها معها في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية ومؤسسة على خلاف أحكام القانون. وكانت النيابة العامة بالمطرية أخلت سبيل البلوجر سوزي الأردنية، وذلك على خلفية البلاغ الذي قدمته إحدى الشركات التي اتهمتها بالإساءة إلى الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لا، لو جبتي بيبي من الشارع هيقولك العوضي اللي استفاد. ايه اللي استفادوا العوضي من العلاقه دي؟ ما شاء الله دلوقتي بيعمل مسلسل. الفنانة بدرية طلبة قصفت جبهة أحمد العوضي وقالت: لو سألت أي بيبي في الشارع هيقولك العوضي استفاد من زواجه من ياسمين عبد العزيز. علاقة بدرية طلبة قوية جدا مع النجمة ياسمين عبد العزيز، ودايما ناس كتير بتحاول توقع ما بينهم لكن بيفشلوا في كده، لأن الصداقة اللي بينهم قوية جدا. ومعروف جدا إن بدرية طلبة دايما بتدافع عن ياسمين عبد العزيز في أي موقف بتتعرض له ياسمين أو أي هجوم عليها في أي لقاء بتظهر فيه أو على السوشيال ميديا. ولما اتسألت في برنامج أسرار عن مين اللي استفاد أكتر من الزواج اللي تم بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ردت بقوة وبصراحة شديدة جدا وقالت: ياسمين نجمة، هتستفيد إيه؟ لو جبتي أي بيبي في الشارع هيقولك العوضي هو اللي استفاد من زواجه من ياسمين عبد العزيز. والدليل على كده إنه بيعمل مسلسل لوحده للسنة التانية على التوالي، وإن السنة دي هي اللي هتظهر كده وتبين هل فعلا أحمد العوضي نجم كبير وشاطر، واللي هيحكم بينا هو الجمهور. واتسألت بدرية طلبة: هل فعلا أحمد العوضي كان عايز يستفيد من ياسمين عبد العزيز؟ قالت وبمنتهى الصراحة برضو: دي نوايا لا يعلمها إلا الله، وفي النهاية
ربنا هيدي كل واحد على قد ضميره. ووجهت بدرية رسالة لياسمين عبد العزيز وقالت لها: والله العظيم يا ياسمين ما أنا بس اللي عندي استعداد أرمي نفسي في النار علشانك، ملايين في العالم كله، ومش هقولك في الدول العربية. ويتنافس أحمد العوضي والنجمة ياسمين عبد العزيز من خلال الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل فهد البطل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز. مستنيين نشوف أي من المسلسلين اللي هينجح وهيلمع، وهنشوف كده الأحداث اللي هتحصل كده آخر رمضان. مسلسل خلاص ابتدى ينور بينور. النور جه. اللايت الاخضر بطلت عياط. واللايت الاحمر. ايه الاخضر اللي فوق عينك؟ ايوه لازم لمبه تنور الحياه. الطاقية الحلوة دي. بساطة حلوة، ميرسي. انت اسمك ايه في المسلسل؟ انا اسمي تونه. وانتي؟ بيبو. ام طاقيه. ليل. طاقيه حمراء. ايوه. تركي آل الشيخ بيكشف عن المسلسل رقم 1 في رمضان 2025. كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن مفاجأة حول مسلسلات رمضان وكمان البرامج لهذا العام. وكشف عبر موقع فيسبوك عن قائمة المسلسلات والبرامج الأعلى مشاهدة، والمسلسل الذي حصل على المركز الأول وكان في مقدمة البرامج هو برنامج رامز إيلون مصر، وحصل على المركز الأول. أما عن مدفع رمضان فجاء في المركز الثاني، وجاء مسلسل العتاولة في المركز الأول، والمركز الثاني كان من نصيب المداح، والثالث كان من نصيب سيد الناس، والرابع أشغال شقة جدا، والخامس إش. أما 80 باكو فخد المركز السادس، وفهد البطل في المركز السابع، وتقابل حبيب في الثامن، والتاسع كان من نصيب كامل العدد، والعاشر من نصيب حكيم باشا.